السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ الهمة السعدية. وصفتنا اليوم طاجين بالسردين كواري بالخضرة ولاصوص، كيجي رائع جدا. هنا عندي في المكونات لاصوص طوماط، عندي الجزر والبطاطا اللي قطعتهم دواور رقاق، عندي الروز مسلوق، وعندي الفلافل اللي شويتها وقطعتها، عندي كيلو ديال السردين اللي نقيته مزيان من الشوك بعد ما غسلته، عندي الزيتون طريفات الحامض للتزيين، نصف كأس ديال العنبة ممزوج ما بين زيت المائدة وزيت العود، عندي 2 معالق كبار ديال الربيع مع 3 الفصوص ديال الثوم مهروسين، وغادي نعصر نصف حامضة في واحد الطاجين. غادي نوضع لاصوص وغادي نضيف عليها الزيت، وغادي نضيف العطريه اللي ما ذكرتهاش معكم. هنايا غادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، الابزار، فلفله حمراء سودانيه، والكمون، شويه ديال السكينجبير. غادي ديروا الكميه ديال العطريه على حساب الخضره اللي عندكم ولاصوص، كيبقى داكشي على حساب افراد العائله. صافي غادي نخلط. هنا راه كما كتلاحظوا راه عندي طاجين انا كبير تبارك الله كيهز داكشي، علاش زدت شويه د لاصوص فاش طيب ليا الخضيره. غادي نضيف الجزر ونديه فوق النار يطيب تقريبا واحد نصف طيبه، ومن بعد غادي ندوز هنايا باش نحضر الكفته ديال السردين. صافي غادي نطحنها وغادي نضيف عليها المكونات كاملين. غادي نضيف الثومه والربيع، وغادي نعصر نصف حامضه. وبالنسبه للتوابل غادي ندير تقريبا نفس التوابل اللي درت في الطاجين مع لاصوص. بالنسبه للكميه كتبقى على حساب شحال عندكم ديال السردين. تقريبا هنا درت غير راس معلقه من كل حاجه. صافي هنا غادي نطحنها. غادي نضيف عليها هنا بعد ما طحنتها الروز كيبقى اختياري، ممكن الاستغناء عليه. صافي خليتها على جنب. هنا بعد ما طاب ليا الجزر نصف طيبه غادي ندوز ندير البطاطا ونوضع الفلفله. هنا راه درت غير ديك الفلفله خضراء وخليت هذه للتزيين هي والزيتون والحامض مصير. صافي هنا صايبت كويرات. الحجم كيبقى على حسب الذوق ديال السردين. وضعتهم ومن فوق منهم درت ديك الفليفله زينت بها، وضعت الزيتون والحامض مصير. غادي نغطي عليه ونخليه يكمل الطياب ديالو. هنا راني ضفت فليفله للناس اللي كيبغوا الحار. صافي بعد ما جهز لينا الطاجين هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجي رائع لذيذ بزاف. جربوه ما غتندموش. بالصحه والراحه. دمتم في رعايه الله، والى وصفه قادمه ان شاء الله.